فالcodependency مش مجرد إن أنا شخص باحب أوي أو باهتم زيادة، الcodependency فيها سوء فهم ولخبطة بيأثّر سلبيًا بدرجة كبيرة على طاقتك، علاقاتك، تقديرك لذاتك، صحتك النفسية بشكل عام، وحتى شكل مستقبلك. وحاجة ناس كتير ما بتبقاش فاهماها هي إنه الخلاص من الcodependency مش بس حماية ليك أنت ولمصلحتك ولصحتك النفسية، بس هو كمان الأحسن والأفضل واللي في مصلحة الطرف التاني والعلاقة نفسها. أنت لما بتكون codependent بتحس إن أنت بتعمل كل حاجة بدافع من الحب والاهتمام والإحساس بالمسؤولية، إن أنت عايز أحسن حاجة للطرف التاني، عايز مصلحته، عايزه يبقى سعيد ومبسوط وستيبل مستقر، يعني عايزه يبقى كويس. فطبيعي إن أنت ممكن تحس إن هي أنانية أو حاجة غلط، إن أنت تغير ده، إن أنت تعيد تقييم اللي أنت بتعمله، تحط حدود مختلفة، تبطل تعمل over functioning، تبطل تلعب دورك ودورهم. بس الحقيقة إنه لما أنت تبطل over functioning بتدي مساحة للطرف التاني إن هو يتطور، إن هو يتحسن، إن هو يكبر، إن هو يتعلم. لكن لما تبقى أنت طول الوقت بتدخل تصلح، بتلحق، بتلم، الطرف التاني أو الأطراف التانية دي عمرهم ما هيتعلموا من التعامل مع تجاربهم وغلطاتهم، التبعات بتاعة اختياراتهم. وهو ده اللي بيخلي الإنسان يكبر ويتطور. لما تبطل إن أنت تحاول تدير مشاعر الآخرين بدلهم، تتحكم فيها، تبقى مسؤول عن إن هم ما يبقوش متضايقين أو غضبانين أو محبطين أو ساعتها بس هم بيبقى عندهم فرصة إن هم يتعلموا يبقوا مسؤولين عن مشاعرهم، يفهموا مشاعرهم دي جاية منين، وإزاي يقدروا يتعاملوا معاها، وإزاي يقدروا يغيروها، وإزاي يقدروا في المستقبل يتعاملوا مع نفسهم أو مع الآخرين بشكل مختلف علشان يوصلوا لنتائج مختلفة. ولما انت بتبني إحساس بنفسك أقوى، حقيقي أكتر، a stronger sense of self، العلاقة بتبتدي تبقى متوازنة أكتر، وده بيقلل الضغط على العلاقة، وأحيانا كتير بيقلل حتى الضغط على الطرف أو الأطراف التانية. ففي حالات كتيرة جدا الخلاص من الكوديبندنسي بيقوي العلاقات اللي احنا فيها، بيخلق دايناميك ما بين شخصين الاتنين حاسين ان هما متقدرين ومحترمين جوه العلاقة دي، مش واحد دوره ان هو يشيل التاني.